من قلب العاصمة الصينية بكين يقف المعبد السماوي شامخا كأحد أبرز المعالم التاريخية والثقافية في الصين، وشاهدا على قرون طويلة من الحضارة الإمبراطورية. تم تشييد المعبد السماوي في عام 1420 خلال عهد أسرة مينغ الإمبراطورية، ليكون مكانا يقيم فيه الأباطرة طقوس العبادة وتقديم القرابين طلبا للخير والمحاصيل الوفيرة وفق معتقداتهم. يمتد المجمع على مساحة شاسعة تتجاوز 270 هكتارا، ويتميز بتصميم معماري فريد يجسد الفلسفة الصينية القديمة التي تربط بين السماء والأرض. وتعد قاعة الصلاة من أجل الحصاد الوفير أشهر مبانيه، حيث تتألق بهندستها الدائرية وسقفها الأزرق المميز الذي أصبح رمزا من رموز العاصمة بكين. ولا تقتصر أهمية المعبد السماوي على قيمته التاريخية والمعمارية فحسب، بل يمثل أيضا مركزا ثقافيا وسياحيا يقصده ملايين الزوار سنويا من مختلف أنحاء العالم، وقد أدرج ضمن قائمة التراث العالمي التابعة لليونسكو عام 1998 تقديرا لأهميته الاستثنائية في تاريخ العمارة والثقافة الإنسانية. واليوم تحيط بالمعبد حدائق واسعة ومساحات خضراء يقصدها سكان بكين لممارسة الرياضة والأنشطة التقليدية، ما يجعله وجهة تجمع بين عبق التاريخ وحيوية الحياة المعاصرة. وهكذا يظل المعبد السماوي شاهدا حيا على عراقة التاريخ الصيني وإبداعه المعماري، وجسرا يربط بين الماضي العريق والحاضر المتجدد وبين أروقته وحدائقه. يكتشف الزوار جانبا مهما من التراث الثقافي الذي ما زال يحافظ على مكانته في وجدان الشعب الصيني. عماد أحمد بابة، المدينة، بكين.